حملات تحريض متبادلة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي. البعض حاول التحريض على دور الجيش في أداء مهامه، والبعض الآخر زج النازح السوري في مكان غير مكانه. كاميرا صيدا أونلاين جالت في الشارع واستطلعت آراء الناس. يعني نحن كلنا تحت القانون ونحن كلنا مع الجيش اللبناني، نحن ضد العنصرية، نحن كلنا الله خلقنا بني آدم، يعني شو ما كانت طائفته نحن كلنا لازم ندير بيننا على بعضنا، ويكونوا هون عندهم يعني بالنهاية هذا لبنان بلدهم الثاني، بس انه يكونوا كلهم تحت القانون. الجيش اللبناني بيضرب بايد من حديد، كل واحد بيحكي كلمة غلط. يعني احنا صرنا هنا 6 سنين، الحمد لله رب العالمين ما حدا تعرض لنا، يعني اللي بيمشي بأدبه ما حدا، بس اللي بده يبعد يعني يساوي مشاكل شيء طبيعي. يعني أنت ضد اللي صار؟ طبعا، طبعا ضد، اكيد مع المؤسسه العسكريه لانه عم بتقوم بواجبها، بتقوم بواجبها اكمل وجه، هي حمايه الامن، وهذا حمايه الامن من واجب الجيش والقوى الامنيه. اكيد نحن ضد التحريض اللي بيصير للجيش اللبناني، ونحن من مناصرين للجيش اللبناني، وانا شخصيا متعصب للجيش اللبناني، وما بنقبل اي انسان يتعرض لو بكلمه للجيش اللبناني مين ما كان يكون. ما فينا نضرب كل السوريين، لانه مش كل السوريين عاطلين، مثل ما نحن فينا مناح وفينا عاطلين، فنحن بدنا نهاجم كل انسان عم بهاجم المؤسسه العسكريه، هيدا الشخص اللي نحن ضده. ففي سوريين عايشين بهالبلد هون جايين يعيشوا مع عيالهم، فاكيد هول مظلومين، نحن ما بنقرب صون اكيد. اخوي واكثر من اخوي، يعني كتر خيرهم اللي حضنونا هالسنين هاي. يعني نحن لما نرجع لبنان حنشكرهم شكر كبير. انا لو اعرف واحد منهم اللي قتلته انا اول واحد، وانا سوري اللي قتلته هيدا السوري اللي بده يعمل مظاهره، بده يعمل مظاهره يروح يعمل بسوريا. أكيد نحن بنرفض هيدا الشيء، لأنه هيدا الجيش هو اللي حامي الوطن، هو حامي هيدا البلد، والله يحميه يا رب ويخليهم. أكيد نحن بنرفض كل هالأشياء اللي عم بتصير. أكيد نحن ما بنكره السوريين، نحن بنحبهم ونحن مش عنصرية، وأكيد مش كلهم مثل بعض، بس أكيد في حدا تدخل تحرض هيدا الشيء بيننا وبينهم. نحن ضد هالشيء، يعني هون كوننا سوريين بلبنان، يعني صرنا 4 سنين هون بلبنان، لا تعرضنا لجيش ولا لأي جهة أمنية، بالعكس إن اللي حامينا هون بصيدا. لأي واحد بده يحرض على الجيش اللبناني يحرض برا البلد، لأنه عم بضر السوريين كلهم بشكل عام. نحن ضد هالشيء، نحن هون بصيدا أو بجميع السوريين يعني. بينما يجمع اللبنانيون على رفض المساس بجيشهم الذي يشكل ضمانة وطنهم، يؤكد الجميع أن الإساءة العنصرية للشعب السوري هدفها ضرب العلاقة بين الشعبي اللبناني والسوري. لا شك أنه الأزمة بدايتها كان في نزوح عدد كبير، وصلنا ل10,000 عائلة بصيدا وجوار صيدا. الآن عدد النزوح قل، صار في أعداد أقل من ذلك بكتير. نحن الآن عم نحكي بحوالي 3500 عائلة موجودين بصيدا. هذا الأمر يعني في عنا حوالي 20,000 شخص موجودين بصيدا عايشين. الحمد لله اللي بيميز صيدا أنه لم يحدث هناك أي إشكالية بين النازحين السوريين وبين أهالي صيدا، بالعكس هناك كان استقطاب إيجابي من أهالي المدينة، وصاروا عايشين في المدينة دون أي مشاكل تذكر. صيدا لم تشهد أي مشكلة إرهابية يعني من باختراقات في مجال النازحين السوريين. لا شك أنه بالفترة الأخيرة عم نسمع يعني صرخات أو مشاكل فيما يتعلق يعني التحريض العنصري والتحريض الغير مقبول بالنسبة لنا، إن كان من قبل بعض الأطراف السوريين وإن كان من قبل بعض الأطراف اللبنانيين، لأنه هذا الشيء مرفوض، لأنه يرجع مشاكل على الاثنين، على اللبنانية وعلى السورية. طبعا هذا الشيء يعني المفروض يكون في له ضوابط، الالتزام بالقوانين والأنظمة والأمن، واللي هو أهم شيء الآن الأمن. منقول الحمد لله الأمن ممسوك عنا بصيدا وبالجنوب. نستنكر أي اعتداء وأي تلفظ وأي تحريض على الجيش اللبناني وعلى القوى الأمنية اللبنانية، حتى لو كان في بعض الملاحظات اللي ممكن تنقال، ولكن يبقى الجيش اللبناني هو الحامي والحصن المتين، اللي الأصل أنه الجميع يكون تحت إطار قرارات الجيش اللبناني والقوى الأمنية.
ثمة تساؤلات تطرح نفسها حول توقيت الحملات المشبوهة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر السياسية، ولكن التساؤل الأبرز هنا: من هي الجهة المستفيدة التي تقف وراء هذه الحملات، وخصوصا في ظل الاستحقاقات التي يشهدها الجيش اللبناني في معركته مع الإرهاب؟ من ساحة النجم في صيدا، بهية النعماني، صيدا أونلاين.